أخبار الشعب. أخبار الشعب، من الشعب إلى الشعب وصوت الشعب. اليوم غادي نستضيفوا واحد الفنان ومخرج سينمائي وفاعل جمعوي. غنخليكم تعرفوا عليه لأن حنا جينا طرقنا المنزل ديالو باش نتعرفوا عليه أكثر وتخليكم معنا مشاهدينا. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بكم معنا ومرحبا بالطاقم التقني والجريدة ديال أخبار الشعب. معكم أشرف بوعلي، مخرج مسرحي سينمائي موسيقي ورئيس فرقة ولاد جلالة وفاعل جمعوي. بالنسبة لي بغيت نوضح هاد المسألة نيت على ديال الإخراج. شحال من واحد اللي كيسمع مخرج كيقول مخرج يعني دعم مثلا مركز سينمائي شحال من حاجة، ولكن نو، الإخراج ولا كتساهل سواء في الإبداع في الثقافة شحال من حاجة. هو اللي خاصو حاجة وحدة، هو الماتريال، يعني الدعم ديال الماتريال. ولا هادشي اللي ولا دابا ديال الماتريال وهادشي اللي ولا تبارك الله موجود، راه يعني الانسان كاع اللي عنده في جيبو راه كيشريه، واللي ما عندوش كيدير الجمعيه ولا يطلب الدعم والانسان فوالا يطلب المساعده. ولكن انا بديتو من يعني مالي خاص، يعني بديتو ما كانش في واحد المساعده، حتى واحد ما مدلك لا عمر شي واحد ما ساعدني نهائيا. وعلاش زعما بانك ما تطرقش هذا الباب انك باش يساعدوك زعما ويعطيوك يقدموا لك هذه المساعده في هذا المجال؟ بالنسبه لي انا كنعرف في الملف القانوني الا درتي جمعيه ويا ترى اللي درتيها عندك فيها قليل حاجه ديال الدعم، وماشي كبدايه، يعني على الاقل نص عام. بحال المخيمات ديري مثلا قانونيا 3 سنين الجمعيه، عاد حتى في الرابع سنين عندك بان تاخذي المخيمات. يعني بزاف اي حاجه دعم فيها واحد القانون ديالها. كاين اللي تاخذيه من قبل، كاين اللي تاخذيه كما كنقولوا نهار بنهارو، وكاين اللي عنده واحد القانون ديالو يعني على شهر 3 شهور، يعني تدير واحد الخدمه اللي كما كنقولوا تقدمي مشروع باش تاخذي. وبالنسبه للاخراج انك كمخرج وهذا، فين تلقيتي القراءه ديالك وفين كان زعما يعني فين كان الدورات التكوينيه؟ تقدر تحدث لنا على الدورات التكوينيه اللي درتي، اش من بلاصات في المشاهدين حتى هما الا كان شي واحد بغى يدير الاخراج ولا شي حاجه انه يستافد منك، لما لا؟ ايه بيان سور، واحد الحاجه اللي هي كنشوفوا حنا بالنسبه لينا الاخراج كما قلت ما بقاش صعيب، ولكن لا اي واحد يدير هذا الاخراج ما كاينش مشكل، حيت كاين ابداع، كاين شحال من حاجه. هي حاجه وحده اللي بهذا المفهوم هذا، يعني كاين بعض شي وحدين اللي هما كنقولوا مثلا علاش متطفلين على الدومين. كاين ربما دابا اللي كثروا اكثريه على هاد المواقع ديال التواصل الاجتماعي بحال اليوتيوب فيسبوك الى اخره انستغرام، باش كيديروا شي افلام اللي شفتوها نتوما كشويه محرجه او اللي ديال هاد الشباب ديال اليوم، افلام قصيره يعني ماشي لا افلام لا واخا يكونوا قصيره ولا متوسطه، ولكن ما كاين نوعها، ولكن كندوي على الحرج. كاين بحال انها ميوعه من ناحيه الثقافه. ربما شنو كيلعب؟ كاين اللي كيلعب على الثقافه، كاين اللي كيلعب على الابداع كحالات اجتماعيه، وكاين اللي ما كيهموش هادشي كيلعب مثلا على هادشي طالع دابا على الصداقه والعلاقه والتصاحب الى اخره، تما كتشوفوا بحال الروتين اليومي. يعني ما هذا ما عنده تنمو فيها. بغيتي انه الناس ولاو انا كندوي على شباب اليوم. علاش داكشي علاش دابا وهذا الاحراج هذا انا ماشي كنعاتب عليه مخرجين كبار ولا شي حاجه، يعني بحال مثلا كنشوفوا مثلا سلسله رمضانيه ولا اي حاجه كيقول لك نفس الوجوه. هذه القضيه بالضبط ندوي لها، لازم من التغيير صراحه. لا ماشي على التغيير، ولكن كاين بعض شي فنانه هما اللي كيخليو داك كما كنقولوا هما بحال هما كيجروا على راسهم باش غيكون التغيير. الاخ اشرف، شنو زعما رايك في بحال السلسله الرمضانيه انك تشاهد نفس الوجوه؟ مثلا كاينين ممثلات وممثلين كل عام كيكون نفس الوجوه، زعما علاش ما يكونش تغيير؟ زعما علاش هاد النقطه بالضبط بغيتك تشير ليها، زعما يكون عندك فكره علاش ان ديما نفس الاشخاص مثلا ما يكونش تغيير في الافلام والمسلسلات الرمضانيه؟ نقدر نقول لك انا معاهم في حق، ونقدر نقول لك عاوتاني التغيير نكذب. علاش؟ واش كيكونوا زعما عباقره انهم تيمثلوا مزيان ولا تقدر لا ماشي هكا. انا نقول لك علاش، بان نقول لك معاهم ونفس الوقت نقدر نكون ضدهم. معاهم حاجه وحده كاع اللي كتشوف فيهم نفس الوجوه والاشخاص في نفس الافلام، وكيبان لك مثلا بحال مثلا دار في هذا فيلم واليوم نيت سلسله معاه وهذا عاوتاني مثلا دايز 3 برامج فوالا. هاد القضيه هذه كما دوينا على الكراش،
بصفه عامه وخلاصه القول هي الكاش. علاش؟ كما قلت تقدر قبيله، تفسر للمشاهدين اشنو الكاش زعما شنو كتعني؟ على الثمن، زعما الفلوس. على الفلوس بحال دابا مثلا انا فيغوراسيون، الا كان مثلا فيغورون ما عنديش ورقيه، ما عندي لا بطاقه الفنان، ما عندي حتى شي حاجه، يعني اصلا باينه 100 درهم 150 درهم 200 درهم. واللي خايبه واللي كرهتها في المجال ديال الفيغورون ما بقيتش كندوزها، يعني كنقدر ندوزها مع الناس اللي كيعرفوا بقيمه عاوتاني الفنان اولا بالشباب. علاش؟ بحال دابا مثلا كتجيبيني كتصل بي الو فلان جي تخدم، في الاخر كنضل من 6 الصباح ل 7 الصباح حتى ل 12 الليل، في الاخر 100 درهم، وانا عارف الكاش فيه 300 درهم وديت على ظهري وانت ما داير والو وانت مخلص من عندهم. اذا هذه ماشي سرقه فنيه. مع الصراحه اذا هنايا هنا فوالا هذه واحد الباب حيدنا. ثاني حاجه مثلا عاد خلي ديك القضيه ديال كاستينغ صاحب تيباك صاحبي المعرفه. اذا ما كانش المعرفه ما كاينش المجال الفني. لا ماشي ما كاينش المجال الفني، ما كاينش. لا نفرض الوجود ديالي. اصلا انا كنشوف بعدا هاد الدومين جبهه وسنطيحه. يعني فرض الوجود ديالك، راه كيما انت باغي تاكل حق الرزق بنادم، انا قاد نمحي. علاش؟ شكون اللي محكم؟ وزاره الثقافه، محكم المركز السينمائي. يعني نقول عاوتاني اليد العامله اللي هما معروفين ديال سميتو ديال الجهه وعلى شركات الانتاج. ولكن هذا راه الا جيتي تحقي فيه وهو مدير كاستينغ، اشنو راه راقي نهار كان على 16 وهو مدير، ولكن لاش ياكل حقوق. دابا مثلا بنادم ما بقاش قناع، ونقدروا نطرق واحد الباب اللي هو شنو السبب القناعه. احنا نرجعوا النفس عاوتاني ويحسبوها كما بغاو، شوها ماشي شوها، يعني هي البليه. نعطيك مثال، انا مثلا كنشرب كنكمي كنتحشاش لاسواري الدريات، تعطيني 5000 درهم كنقول لك الدومين ما عاطينيش، ما كنواجهش. ماشي كنقول لك نو 5000 درهم راه دزت للبار واللي شربت له، ما كنواجهش راسي. كنجي كنقول لك الدومين تاتياش عطاني، سير حيدي من داك الدومين، حيدي مني. انا هاد القضيه كانوا كيديروها ليا، انا اش كنت كنقول لي الا كان الدومين باغي تحيد منه قدم استقالتك حتى الاول ونحيد من حتى انا. ما يمكنش انا نحيد انا الاول، تكون انك زعما فوالا تبدا انت الاول انسان انت باش ما مقنعكش، ما عندكش علاش تقول لي ما كتصرفش عليا، حيد حتى وتا نقدم الاستقاله. بالنسبه للدورات التكوينيه اللي درتي زعما في هذه المراحل ديالك، تقدر تقول لنا شنو هما الحاجات؟ بالنسبه لي انا اول حاجه بعدا بديت من سنه 2011. اول ديبلوم ديالي انايا في وزاره الثقافه والشباب والرياضه، يعني في التخييم، اطار تربوي، يعني ذو الاحتياجات الخاصه. خدمت معاهم، خدمت اطفال ديال المخيمات، الحمد لله بزاف الحوايج اللي هما كهذه البدايه اللي بديت فيها، بدايه المسار ديالك. فوالا المسار ديالي. يعني عاد بديت كنكتشف، وليت كنمشي اللي هو ما نساوش الخير ديالو السي عبد الرحيم الجديه ولا بعض الفنانين اللي هما كنت وليت كنعاشرهم. لا يعني المساعده، يعني كما كنقولوا معنويه، يعني كنت كنمشي معاهم كنرافقهم، وليت كندور المسارح ندور هذا. ومن تما وليت تما فين قلت لك هذا الدومين كيبغي يجبر سلطه. علاش؟ تما فين كنفرض الوجود ديالي وكنطلق ودني، يعني كنعرف الاخبار فين كتخرج، فين بحال كتكون عندك واحد الاستفاده، كتستافد من الناس اللي كتمشي معاهم. لا هذه ماشي استفاده، يعني هذيك بالنسبه لي انا راه يعني كما كنقول كنتلاقاو كاصدقاء ما نصرحش شي حاجه، ولكن يعني انا اللي كنكمل راسي. يعني حيت هذا الدومين بصراحه كما قلت لك عاوتاني، احنا نرجع واحد الكلمه هي خوف الحرف عدوك. يعني انا بلاص ما غنتسنى واحد يقول لي عاوني، عارفو ما غيعاونيش ولا يقدم لك المساعده معنويا، وما تسناش منه شي حاجه اخرى. اذا انت فاش تفتح لك واحد الباب انت سير كون راسك. فوالا اذا انايا بديت كنكون راسي غير بالتصنع. يعني كنسمع ما تيكون بالك حداك كتقول واش اخبارك، راه غدا يكون دور تكوينيه مجاني كذا في بلاصه الفلانيه، كيلقاوني على الصباح انا الاول. فهمت. يعني انا كنت ديما كنتلقاو ليهم. فوالا اذا تقدر تقول لنا اشنو هما الافلام اللي شاركتي فيها، بعض الاسماء ديالهم، العناوين ديال الافلام اللي كنتي شاركتي فيها ديجا كان واحد السابقه. الاعوام السابقه اللي اول فيلم كنت شاركت فيه هو ديال دليله، فيلم مخلط كما كنقولوا مصري ومغربي. كان تصور في المدينه القديمه هذيك في كيراسو. فوالا ولكن قلبنا على الفيلم ولكن ما لقيناش في كيرو. لا دور رئيسي في فيلم. لا دور رئيسي لا الدور الرئيسي ما عمره ما كان كما قلت لك، احنا مازال كندويو عليه.
يعني ما كيحتقروا الشباب والله اعلم، وهادو اللي هما كاسين هما اللي كيديروا هاد المشاكل. اما من ناحيه انا حدي في 2019 مع سعيد خلاف ديال هذا لا ورده لحنان اللي كانت دار على القناه الاولى، هو اللي كنت فاش واحد الباساج ديال بان داخل فيغيورهم فوالا داخل كل دمايتهم. إعلان جريدة أخبار الشعب، من الشعب إلى الشعب وصوت الشعب. قبل ما تخرجوا ما تنساوش ديروا لايك وابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد مع اخبار الشعب.